الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. يسعد ايامكم يا رب جميعا، وتكون الايام اللي جايه منوره كده ومشرقه بنور الله، ومتنقصكمش اي حاجه، وربنا يكبر بخاطرنا كلنا ان شاء الله. تعالوا النهارده هنعمل فيديو جميل جدا وخفيف جدا، وحاجه كده وجبه اقتصاديه وجميله جدا، تحسي نفسك كانك خرجت في مطعم. تمام. بس قبل ما ابدا يعني الفيديو، بصراحه عتبان عليكم شويه عتاب كده خفيف. تمام. زعلانه منكم، وزي ما بيقولوا العتاب للاحبه، بس يعني كل اللي بيشاهد الفيديو بتاعي ما بيضغطش لايك ليه؟ ده عتابي ليكم، واتمنى ان انتوا يعني تفرحوني باللايك بتاعكم. ربنا يخليكم يا رب، وما تبخلوش عليا. كل اللي هتحتاجوه بس ضغطه كده اعجاب، وده بيفرحني خالص، هيرفع معايا الفيديو. ويا ريت تقدروا يعني مجهودي لو حاجه بسيطه. تعالي ندخل في الفيديو عشان ما تقولوش عليها رغايه. اول حاجه تعالوا معايا، دي معايا اجنحه، يعني تقريبا ممكن تقولي نص كيلو او اقل من نص كيلو. كل ما كنت اجيب فراخ او حاجه زي كده اشيل الاجنحه، لان كده كده ملهاش اي معنى، سواء هتشوي او سواء هتشويها او هتحمريها، بتتبهدل وبتتحرق ومتبقى طعمها حلو. فقلت انا اشيلها، فاعملها كده في مره كده جنب شويه مكرونه او حاجه زي كده، او مثلا يعني كنوع من انواع الغدا عادي كده، ان شاء الله من غير اي مكرونه، حاجه عاديه. فحطيتها زي ما شايفين في ماده ناع، حطيتها لمده 6 ساعات عشان تروح الزفاره منها خالص. تمام. حطيت لها ملح، وحطيت لها معلقه سكر ومعلقه ملح، وحطيت لها معلقتين خل، وحطيت لها ليمون، وعصرتهم كويس، وحطيتهم في شويه ميه، ودخلتهم التلاجة. وبعد كده شطفتهم شطفه حلوه زي ما شايفين، وحطيت التوابل الجميلة الحلوة خالص اللي بتفرق خالص في طعمها. حطيت معلقة جنزبيل صغيرة، حطيت معلقة كاري. تمام. حطيت بودرة ماجي. تمام. حطيت تاني بهارات مشكلة للفراخ. تمام. اول حاجة تعالوا عشان نعملها زي كأنها يعني يعني كنتاكي. تمام. هي أجنحة بس هنقول مثلا زي دجاج كنتاكي. تمام. أول حاجة هتحتاجي دقيق. تمام. وهتحتاجي مية، المية تكون ساقعة خالص. تمام. وتكوني حاطة البهارات، يعني البهارات هتكون دخلت فيها حلو خالص. هتحطي أول حاجة زي ما شايفين حضراتكم الأجنحة في الدقيق، بعد كده تحطيها في المية، بعد كده ترجعيها في الدقيق. تمام. وبعد كده هنكمل للآخر. تمام. وهنحطهم في طبق كده زي ما شايفين. هكبر بس هحط في طبق أكبر من كده، الطبق ده صغير، وتحطيهم اقل حاجه نص ساعه في الفريزر عشان تتماسك الدقيق مع البهارات بتاعتها وكده، وتبقى كأنها يعني قطعة واحدة. تمام. عشان لما تنزليها في الزيت ما تقعش الكفر بتاعها، وتغطيها كويس خالص لضمانها، يعني ان هي تبقى حلوه وجميله معاكي. زي ما قلت لك تديها نص ساعه. والتوابل تحطي التوابل، لو حابه تحطي توابل اضافيه حطي، بس بلاش بابريكا لان البابريكا بتحمرها. تمام. فبدل ما يبقى لونها اصفر ذهبي للاسف بتحمرها. دي يعني حاجات خفيفه وحلوه انا عارفاها. يعني الدجاج يعني الأجنحة وكده في ناس ما بيحبهاش، بس في ناس بتحبها. لو عملتيها بالطريقة دي والله هتحببيهم فيها وجميلة جدا. لو اشتريته، انا زي ما قلت لكم انا كنت محتاره في الاكل ومفيش حاجة عندي في البيت ان انا اعملها. تمام. لسه هنزل اشتري كده، فانا قلت انا اعملها. تمام. حلو جنب شوية مكرونة او حاجات زي كده. خلاص كده خلصت الكمية زي ما شايفين حضراتكم، وهدخلها في الفريزر نص ساعة. عايز تحطيها اكتر مفيش مشاكل. الخطوة التانية بقى ايه؟ اهم حاجة الزيت. الزيت يا بنات لازم يكون زيت نظيف واصفر، ما تجيبيش زيت مثلا بتاع التموين يكون اسود او لونه غامق وتعملي بيه. وتجيبي حله عشان خاطر ايه؟ احنا طبعا في الطاسه مش هنحط مثلا، مش هتملي الطاسه الاخر حرام، لان الزيت غلي خالص وبعد كده هترميه. تمام. لان الزيت ده بيترمي، اللي هو الزيت اللي انت بتقلي فيه ما ينفعش مثلا هتقلي فيه بطاطس ولا بتنجان لان ريحته كاري وفراخ. فانا بجيب حله صغيره عندي خالص واحط الزيت زي ما شايفين، وبنزل واحده واحده عليها، وتوطي عين البوتاجاز عشان خاطر تستوي معاكي كده ايه، بالهداوه وبالحلاوه كده، ما تبقاش معاكي من بره مستويه ومن بره ناشفه. بصوا ما شاء الله بدات تاخد اللون. تمام. وطي عليها معاكي ايه، انت اعملي الاكل مثلا قبلها بنص ساعه، انا بجهز قبلها بنص ساعه وتحضري. بجد جميله جدا. وممكن تجيبي الدبابيس اللي هي بتتباع نيه. تمام. انا زي ما قلت لكم حاجه متوفره عندي وقلت انا اعملها. وممكن تجيبي الدبابيس مثلا الكيلو بتاعها مثلا ب60، تجيبي نص كيلو، مثلا تجيبي كيلو على حسب الأسرة بتاعتك. حاجات جميلة وحلوة خالص. انت لو جبتيها من كنتاكي نفسها او من المحلات اللي هي الفراخ اللي انتوا عارفينها دي، ما هتقلش عن كام، عن 150 ايه، لو جبتي مثلا فرخة ما هتقلش عن 200 جنيه. تمام.
فزي ما قلت لحضراتكم بجد جميلة جدا وطعمها حلو خالص. اتمنى انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم، واتمنى تدعموني باللايك. بصوا ما شاء الله الزيت نظيف وحلو خالص على الاخر. فاحنا كل اللي عايزينه وكل اللي طالبينه اننا زي ما قلت لكم الخطوات اللي احنا نعمل حاجات موفرة وجميلة جدا تمام، وحاجات تكون اقتصادية. ممكن نعمل كمان يعني زي ما قلت لكم حضراتكم دبابيس، ممكن كبد وقوانص ممكن تعمليها بتشوحيها وتعمليها صينية بطاطس، لان عارفين الاسعار غلي دلوقتي. واحنا ايه هدفنا في القناة ان ننزل فيديوهات تكون تحدي الغلاء، بمعنى ايه ان احنا نشوف حاجات حلوه فيها بروتين تمام ويحبوها الاطفال تمام. قصدك ما ينفعش على طول تعملي لهم نشويات، وما ينفعش برضو لحوم، وما ينفعش، لازم يبقى فيه تنوع. حتى لو لحوم برضو لازم يبقى فيه تنوع، وخاصه الاطفال الصغيرين بيحبوا الحاجه اللي هي حاجات بره، فاحنا ممكن نعملها لهم في البيت بسعر جميل جدا وحاجه حلوه واخر روقان. اتمنى تعجبكم بجد وتجربوها. زي ما قلت لكم الخطوات اللي قلت لكم عليها، بهارات بسيطه، بهارات سهله، حاجات من البيت. ممكن تجيبي الفراخ وزي ما قلت لك تشيلي مثلا وتاخدي منها الدبابيس مثلا وقطع وتعمليها نفس الخطوات دي. وفي مره ان شاء الله كده هعملكم فرخه كامله اوريها لكم. بصوا اللون والقرمشه ما اقدرش اوصف لكم. وتاني حاجه ما تكتروش الكفر زي ما قلت لكم، يعني الدقيق ما تزودوش خالص عشان ما تبقاش معاكي معجنه. طعم حلو خالص، واخر قرمشه قرمشه فوق ما تتصوروا، طعم جميل جدا، احلى بل احلى من كنتاكي. اتمنى تدعموني باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك اللي يفرحني ويفرح قلبي. ربنا يخليكم ليا يا رب وما نحرمش منكم. اللايك اللايك يا بنات، ما تنسونيش.